اهلا بكم في حاجه من قناه فخر معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بعد غياب حوالي اكتر من 3 شهور النهارده رجعنا بفيديو جديد على بودكاست قعده زملكاويه. النهارده هنتكلم على حاجات كتير حصلت في الزمالك. يمكن قلت لكم الفيديو اللي فات اللي هو مباراه ما قبل ديربي الاهلي والزمالك، قلت لكم ان البودكاست مش هيرجع وهيرجع على اول شهر 6 عشان هنكون احنا خلصنا امتحانات، ولكن بعد ماتش الاهلي والزمالك وبعد فوز الزمالك على الاهلي 2-1 نفسنا اتفتحت ان احنا نتكلم على الزمالك تاني. والنهارده رجعنا بحلقه جديده على بودكاست على الزملكاويه. فالنهارده معايا علام وهنتكلم على حاجات كتير قوي النهارده في الزمالك، واهمها طبعا ماتش الاهلي والزمالك. فيلا بينا. اول حاجه هنتكلم عليها وهي الصفقات اللي ظهرت. كل الصفقات يمكن ظهرت زي ما قلت لك: احمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاته، مهاب ياسر، موتيبيا، زياد كمال. يمكن زياد كمال ما شفناهوش قوي. ياسر حمد ما شفناهوش يعني في دقايق في ماتش. فاولا انت ايه رايك في الصفقات الجديده ككل كده؟ يعني لو مسكنا لاعب واتكلمنا عنه، مش هنتكلم عنه بتفاصيل بس لو اتكلمنا عامه يعني صفقات حلوه يعني، بس هي ما فهمش صفقه سوبر غير 2-3. تمام. يعني من 10 صفقات ما طلعش منهم غير 2-3. لا هو في لعيبه حلوه بس مش سوبر. ايوه يعني السوبر مثلا هنقول احمد حمدي، تمام، وناصر ماهر وعبد الله السعيد، بس دول السوبر. الباقي بقى ايه يعني بعد الكسر بشويه يعني. بس ممكن يبقى فيهم احسن من اللي كانوا عندك يعني طبعا انا وجهه نظري، بس ان هم كانوا احسن. يعني طول ما الصفقات اللي كانت احسن من اللي كانت عندي فانا في التمام. طول ما انا يعني انا حسيت برضو في ماتشات النص الملعب بتاعك بقى تمام، بقى مظبوط، وبقى عندك بدائل نص ملعب كويسه. يعني انت لما بتبدا بعبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر، فانت عندك على الدكه زياد كمال وعندك محمد شحاته، فاهم، وعندك رؤى لما بيبقى موجود. وعامه انا يعني كنا هنتكلم في الحوار ده، ان رؤى واللعيبه اللي هي كانت قليله بدات تعلى شويه يعني، زي دونجا وزي حسام عبد المجيد. دونجا سلخته في الكاس، بس هو بدا يعلى يعني معلومات. طيب لو جينا اتكلمنا، احمد حمدي طبعا ممتاز، لعيب ممتاز جدا، بس هو لسه بس ما جاش شويه لان هو بدنيا مش كويس، لان هو الدوري الكندي خلي بالك اصعب من الدوري المصري. انا فاهم، بس هو خلص من بدري يعني. أيوة سمعتهم من المذيعين ان هو خلص من بدري، فهو بدنيا بيجي تحس على الدقيقه. حتى في ماتش الاهلي كده، او ماتش الاهلي الصراحه ما اداش، ما ظهرش بشكل كويس. هو بص، هو انا هقول لك حاجه، هو في لعيبه ما ظهرتش زي عبد الله السعيد مثلا لغايه دلوقتي ما ظهرش. ايوه في ماتش الاهلي في كام لعيب بس هم اللي ظهر يعني، هنعدهم في الصوابع يعني. ناصر ماهر الصراحه ناصر ماهر بيظهر في اي ماتش بيخش في اي دقيقه بيخش. يعني عندك مثلا ناصر ماهر وسيف الجزيري وموتيابا ومين تاني، وناصر ماهر ولا قلته؟ قلت ناصر ماهر في الاول بس حسام عبد المجيد على فكره، حسام عبد المجيد كان كويس جدا الصراحه من وجهه نظري. موتيابا يعني نزل مكان زيزو، ما كانش بالقوه الهجوميه خطوره على الجون، بس دفاعيه لا، وكان قوي يعني. كان هو صغير وضعيف كده، بس كان بياخد اي لعيب في ظهره بياخد فاول، بياخد فاول. هو خلي بالك موتيابا هو يعني لو جيت تشوف هو عمل ايه في الماتش، هتلاقي نفس اللي خوسيه جوميز قال له يعني. بالظبط. كمان ياسر حمد انا نفسي اشوفه جدا، وانا نفسي اعرف المدافع ده هل هو، انا شفته دقايق بس هل هو كويس؟ هل هو هقدر بعد كده احط مثلا ياسر حمد جنب حمزه المسلوسي ولا حسام عبد المجيد؟ احط مثلا جنب حسام عبد المجيد وارجع تاني بقى المسلوسي باك يمين؟ هو خلي بالك دي ساعتها يبقى فيها مشكله ان عمر جابر في البيك بتاعه. ايوه وخلي بالك في حاجه، هو حمزه المسلوسي خلاص هو ضمن مركزه مدافع سيرد باك. بس يعني ده من ايام اسوريو اصلا. هو تقريبا حصل الحوار ده برضه عشان حكايه عمر جابر، يعني عمر جابر برضه في البيك لا بس خلي بالك هو جه وقف دفاع ايام اسوريو قبل ما عمر جابر ما يتألق. هو خلي بالك عمر جابر اتألق مع مين؟ بس من اول مع خوسيه جوميز. طبعا خوسيه جوميز فعلا. طيب وجوميز هنتكلم عليه. لغايه دلوقتي يبقى احمد حمدي تمام، ناصر ماهر تمام. لو جيت قيمنا احمد حمدي 8.5. انا برضه اديله 8 برضه من 10 او 8.5 زيك. ناصر ماهر الصراحه 10 من 10. ولا خلي التقييمات في الاخر؟ لا ما احنا قصدنا على الصفقات عامه. التقييمات دي هتبقى في الماتش بتاع الاهلي. الناصر ماهر الصراحه 10 من 10، لان هو كل ماتش بينزله، حتى في الماتش الاسماعيلي تقريبا نزل اخر كام دقيقه، ده كان اول زول لي، عمل تاثير. فهو الصراحه لعيب ممتاز. انا بحس ان نص الملعب بتاعي بقى في التمام. دي كانت المشكله الوحيده، مشكله رؤى، مشكله عمرو السيسي. مين تاني كنا بيبقى عندنا؟ مين في نص الملعب؟ بيبقى عندنا بلاوي. فالمهم وطيب في لاعب برضه اكلمك عليه، مهاب ياسر شفناه برضه في دقايق في ماتش فيوتشر. لعيب برضه لسه ما تقدرش تحكم عليه يعني. هو عارف، هو حاجه عامله زي موتيابا، بس على تحسه انه هو لعيب جاي من الداخليه برضه. تمام.
هل هينجح ويبقى زي صفقه مثلا اللعيبه اللي بتيجي من تحت زي مثلا كهربا؟ لا كهربا لما جه قصدي من مثلا من انبي للزمالك. لا امام عاشور جه من طلائع الجيش. جه من طلائع الجيش. هل هيبقى كده ولا هيبقى مصيره زي عمرو السيسي وزي معب غاني وزي الزناري اللي اتكلم عليه برضه في الاخر كويس. الصفقات اوفرول كويس تمام. هل انت تتوقع ولا خلينا في جوميز خلاص؟ محمد عاطف هو ده الوحيد اللي لم يخش قايمه. انا متابعه. محمد عاطف ده لاعب من طنطا رايت حلو قوي وينج رايت. اللعيب شفت ليه كذا فيديو ستايل كده مصطفى فتحي شويه اللعيب اللي بيقطم وحريف وبيشوط وبتاع. يعني انا بكلمك على الصفقات اللي جت فان شاء الله يعني يضموا في قايمه ونشوفه حتى لو في اي ماتش. طيب خلينا نخش على الفقره اللي بعدها وهي فقره جوميز الصراحه اللي كان اول ما جه عليه علامات استفهام كتير. ايوه ما بص ما هو مدرب جديد فانت لما مدرب جديد يبقى لسه هيحط الخطط بتاعته على اللعيبه انت فاهم. ايوه فاهم. يعني هو مثلا كان اول ماتش جه كان ايه كان الاسماعيلي تقريبا. الاسماعيلي اول ماتش. بعد كده لاعب فيوتشر. الاسماعيلي تعادلنا 0-0. بعد كده فيوتشر كسبنا فيه. بعد كده لعبنا ماتش الجونه خسرنا. دي كانت ولعبنا ماتش الداخليه لا في الدوري. لا انا كنت في الاستاد في ماتش الداخليه وكسبنا 1-0 بالعافيه بجون عمر جابر اللي كان في ضربه افتكرت ده كان برضو كان اداء سيء جدا في ماتش الداخليه. بس خلي بالك هي تدريجيا في الكاس هي تدريجيا بس هو الصراحه مدرب يعني بص انا اي مدرب برتغالي بتفائل بيه. هو اوسوريو كان ايه حبيبك ده انت المفروض ده ابوك ده يعني انت تبقى عارف مكسيكي ولا بس هو يعني انا حاجه في الحدود دي. اتفائلت بجوميز ده ساعه لما فريرا اتكلم عنه وبتاعه قال ان هو من احسن يعني ادوا له فرصته والكلام ده كله فاتفائلت بيه الصراحه. هو مدرب كويس خطته كويسه. انت ايه رايك فيه؟ هو بص هو لحد دلوقتي هو كويس لسه بقى مع ضغط الماتشات. هل بقصدك بالنتائج ولا بالاداء؟ الاثنين يعني بتفرق معاك النتائج ولا الاداء اكتر؟ ما هو بص ما انت لو الزمالك لو هيلعب حلو هيكسب بس مش دايما. ما انت في ماتش الكاس قدام الاهلي لعبت حلو وفي اخر 10 دقايق الماتش اتقلب عليك الترابيزه اتقلبت عليك وخسرت 2-0. هو كان في الكاس كان في كاس مصر نهائي كاس مصر ماتش الزمالك والاهلي. فاروق عارف مش فاكر والله. ماتش الزمالك والاهلي يا ابني ما كانش في الكاس ماتش الزمالك والاهلي. لا ايوه صح كان في الكاس. امام عاشور. ايوه خليناش بقى نقلب افتكرت خلاص. كان لعبت برضه 80 دقيقه ماسك كوره على الاهلي وعامل ماتش كويس. بس خلي بالك الاهلي كسب بالسيناريو اللي هو عايزه بالظبط. هو ده الاهلي اللي بيعمله اصلا. هو الاهلي كان عايز يعمل السيناريو ده في الماتش ده بس هو مشي تمام لحد ما جبنا الجون الاهلي هاجم فاحنا لعبنا على الهجمات المرتده والاهلي جاب جون. انا شايف جون مسخره يعني. دفاع الزمالك ما جاش في الجون ده فعلا. جون عبد القادر اصلا يجيب فيها جون ده بالنسبه لي ان الدفاع ما جاش الصراحه يعني. عارف المشكله ايه؟ الاحتفال اللي هو احتفله ده هي في ماتش الاهلي والزمالك يا عم. ده انت شفت الفيديو اللي انا منزله؟ هنقطعهم شفت الفيديو اللي انا منزله؟ ايوه شفته. طيب بعيدا عن قادر يعني جوميز انا عن نفسي اداؤه كويس جدا. لا هو بس عيبه الوحيد يمكن ان هو بيلعب دفاع متقدم. ما خلي بالك انت فرقه كبيره فلازم تلعب دفاع متقدم وتضغط. ماشي لما يبقى عندك مدافعين تعتمد عليهم. لا انا عندي مدافعين مع احترامي لحسام عبد المجيد برضو ده تاني ماتش ليه يمكن في الموسم يبقى كويس يعني يبقى نقدر نشيب بيه. قبل كده حسام عبد المجيد كان بيعمل حتى في ماتش فيوتشر الذهاب تقريبا او العوده عمل كوارث. في ماتش الذهاب اعتقد ايوه الذهاب عمل كوارث يعني كانت الكره بتعدي من تحته وبتاع. بس في ماتش اتحاد اسكندريه الصراحه عمل ماتش كويس جدا. حط بابلولو في جيبه يعني هو وحمزه المسلوسي. جوميز ده سادس اعتقد ماتش ليه ماتش الاهلي والزمالك اللي هو بتاع الدوري. اداء يمكن نقول جيد او جيد جدا صح. انت بتدي كام اداء جوميز؟ اديله 8. انا برضو اديله 7 يعني. هو خلي بالك مش هياخد 9 و10 علشان برضو في كوارث. لان هو فعلا في برضو كنت اسالك كده في كوارث حصلت وفي برضو مشاكل يعني. بالنسبه لي تبديلاته كانت غريبه جدا في ماتش القمه مثلا لو جينا اتكلمنا يعني. سيد عبد الله نيمار نزل ضيع انفراد. متيابه ضيع بس انا قصدي يعني تغيير سيد عبد الله نيمار. انا بحس ان سيد عبد الله نيمار دي مظلوم قوي. هو مظلوم قوي بس اخر نسخه دي شفتها كويس لما تصعد. ايوه مين كان المدرب ساعتها انا ناسي. فريرا فريرا هو اللي صعده وصعد وكارتيرون وصعد وحسام عبد المجيد والكلام ده. كان لعيب يمسك كوره وبتاع. بس دايما بحس في ماتشات القمه
غريب. لا انت بص اخر ماتش لعبه كان امتى غير ماتش القمه يعني. ما انا عشان كده بقول لك يعني برضو هو ما خدش الفرصه يعني، هو لو خد الفرصه اقول لك في ماشي. لعيبه برضو ما خدتش هو خلي الفرصة. بالك نيمار كان سبب في الجون يجي التاني. هو اللي رفعها والاسيست من محمد عبد المنعم. حبيبنا محمد عبد المستر ما انه اسلخه ده لعيب. طيب بعد ما اتكلمنا على جوميز انا برضو زي ما قلت لك دي 8 من 10 لسه برضو ما حكمناش عليه، لسه احنا قدامنا مشوار، لسه كونفدراليه وكاس ودوري. لا كاس كاس السنه دي بقى، كاس السنه دي اللي هيتلعب طبعا السنه الجايه عارفين. بس الكونفدراليه انت ده لازم وكمان في عايز حاجه اكلمك عليها. هم هل فعلا افريقيا هيحسبوها من الدور الاول؟ والله هو لسه اتحاد الكره لسه ما اتكلمش، بس اكيد هيحسموها لما كل الفرق تلعب ماتشاتها. حاسس ان هم ممكن يحسبوها من الدور الاول لان الكلام بيتكلم يعني. هو خلي بالك الدوري هيخلص شهر 8 وانا عارف فاللي هو يعني الدوري الانجليزي تقريبا الدوري الانجليزي ناقصه 6 ماتشات 6 ماتشات 6 جولات وهيخلص. يا نهار ابيض احنا بعاد فالصراحه يعني اداء تمام. لسه هنحكم عليه، لسه قدامنا كونفدراليه ولسه قدامنا دوري هنتكلم عليه كمان شويه، لسه قدامنا مشوار يعني. احنا الدوري عندنا في مصر طويل جدا يعني. خلينا نتكلم على الكونفدراليه الافريقيه. الحمد لله جالك فيوتشر في ربع النهائي وده كان خلي بالك فيوتشر سهله. يعني الناس كتير كانت بتقول لك فيوتشر وفرقه قويه وبرده بتاع هي اسماء هي أسماء. وبعدين انت رزعتها ذهاب وعوده يعني فقشطه قوي. وبعدين كان فيها ميزه ان هي ما فيهاش سفر. ايوه استاد السلام واستاد القاهره الدولي فانت قشطه جدا. بس خلي بالك وسط الماتش كان في ماتش جونه في الجونه عارف انا الحوار، بس يعني قصدي كله في مصر يعني. احسن ما كنت مثلا تلعب فريق زي اتحاد العاصمه هتروح الجزائر لسه او نهضه البركان. بالمناسبه قبل خلينا نتكلم الاول عشان الفلوس والفيزا وكده. ايوه بالظبط. احنا الزمالك بيشحت تمام. جالك دلوقتي في نص النهائي دريمز الغاني. تعرف مين بيلعب في دريمز؟ مين؟ جون انطوي. والله العظيم جون انطوي. جون انطوي. بس على الناحيه الثانيه انا بصيت على الكونفدراليه انت قدامك نص النهائي ابو سليم. لا نص النهائي دلوقتي نهضة بركان واتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة. فده ده كان متوقع اتحاد العاصمة ونهضة بركان والزمالك انا نهضة بركان تاني لو تأهلنا. فهل احنا بقى يعني هما الحمد لله اتحاد العاصمة ونهضة بركان هيدبوا في بعض. حد فيهم هيطلع لنا يا ده هل احنا اصلا قادرين ان احنا لو حد طلع لنا منهم اذا كان اتحاد العاصمة والجزائري او نهضة بركان المغربي هل نقدر ان احنا نكسب فيهم حد؟ هل احنا قادرين؟ طبعا. انا هقول لك حاجة، هو كده الماتش الاول او الماتش الثاني في مصر كده هتكون الساعه كامله بتاعت الاستاد طبعا وكده ان شاء الله هنروحه يعني. احنا لما تعمل الرن دي هل دريمز انت شفت دريمز وانت شكلك متابعها بتقول لي فيها جون انطوي؟ انا لقيت يلا كوره بننزل جون انطوي يهني الزمالك لتاهله ولاعب نادي دريمز. والله طيب هو نص النهائي الذهاب هنا في مصر يوم الاحد الجاي 50,000 متفرج. طيب حضور 50,000 متفرج اول مره اتحاد الكوره يعني يبقى ماشي معانا كده. هو عمل كده مع الاهلي والزمالك. ف 50,000 متفرج اعتقد ان سهل انك تخلص المباراه في الذهاب 2 ماشي. هو خلي بالك في حاجه، الماتش العوده لو انت دفعت انت ممكن تخسر. لا يعني قصدي يعني انا دايما بحس ان لو ذهاب في ارضك لازم تطمن. ايوه فاهم. ولو العوده في ارضك لازم تكسب. لازم تطمن يعني مثلا ايه 2-0 3-0 انا عايز العب في الرينج ده 3-1 فاهم. يعني لا انا مش عايزهم يجيبوا فيا جون حتى. انا عايز ابقى مطمن خالص ان انا رايح هناك انا حتى لو جابوا فيا جون انا في التمام. بس احنا عشان الحوار اللي احنا لسه في افريقيا بيحسبوا اللي هو لو الجون بجونين، لو جاب جون في ارضك بجونين والحوار ده اتلغى في اوروبا من زمان قوي. ايوه ما عشان 15 تقريبا. لا مش الدرجات 20 تقريبا 20 انت عارف يعني لو كان لسه موجود كان زماننا احنا اللي تاهلنا الماتش بتاع امبارح. كمل على الكونفدراليه. انت كنت بتقول على دريمز ان احنا لازم نامن في مباراه الذهاب. يعني مباراه العوده اللي هتبقى في غانا اعتقد انها ممكن تبقى صعبه شويه على الزمالك. تبقى صعبه عشان الاجواء والرطوبه. ما هي الرطوبه. زي ما الاهلي هيلعب مازيمبي يوم السبت كده في مازيمبي فده اعتقد هتبقى نفس الفكره يعني معانا في دريمز. ولكن احنا اعتقد احنا في النهائي يعني ان شاء الله. اعتقد الزمالك في النهائي. توقعاتك فرقوا كام فين الاثنين الماتشين اللي هم ماتشين مين ومين؟ طيب الزمالك مش عارف يا حبيبي ده الزمالك والدريمز. الزمالك والاحلام الشامبيونشيب. مين هيكسب؟ الزمالك وايه والدريمز. الذهاب هنا 50,000 متفرج زمالك. الماتش اللي هيخلص كام؟ 3-1 للزمالك. الماتش الثاني هيبقى 1-1 يلا 2-1 لدريم. هنتأهل ماشي. ايوه هنتأهل. لا 2-0 مش هنتأهل. 2-1 انا الذهاب 2-0 انا اتوقع. اعتقد العوده اللي هم يجيبوا فينا جون 1-0. الماتش الاول
هيخلص 2-0 للزمالك، والماتش التاني هيخلص 1-1. ماشي. اعتقد ان مش سهل انك تبقى في النهائي، اعتقد يعني سهله جدا، وانك حتى لو قابلت اتحاد العاصمه ونهضه البركان يمكن يبقى في شويه. هو انهي بقى الماتش الاول لو احنا تاهلنا، لو الماتش التاني هنا فاحنا هنكسبها. لا مش هتصرف. اعتقد الكونفدراليه الافريقيه مش سهل ان احنا نعديها حتى في النهائي اذا كان قابلنا اتحاد العاصمه او نهضه البركان. مش عايز الثقه دي تودينا في داهيه بس اعتقد يعني مش سهل. طيب بعد ما اتكلمنا على الكونفدراليه والبطوله اللي هنشارك فيها هنخش بقى بعد. تعرف ان الكونفدراليه هتتلغي؟ احلف بالله والله هتتلغي السنه الجايه. هيبقى سوبر دوري الابطال وابطال الدوري. وسوبر افريقيا ده ياخدوه على ايه؟ 24 منتخب، 24 فرقه. ايوه ياخدوه على اساس ايه؟ اكيد الترتيب يعني. من الدوري برضو. اعتقد هيبقى مكان الكونفدراليه. ايوه. وبتاع ده والدوري ده بتاع ده الدوري الافريقي ده اللي هيكسب الدوري هيروح. ده اللي الاهلي، ده اللي سان داونز كسب الاهلي فيه. ايوه فاهم. طيب بعد ما اتكلمنا على بطوله الكونفدراليه فهنتكلم هل في امل في الدوري؟ هل في امل في الدوري؟ ليه احنا بنقول كده؟ بعد فوز الزمالك على الاهلي وبعد فوز الزمالك شفت رضا عبد العال قال ايه؟ قال لو الاهلي خسر ماتش بيراميدز الجاي الدوري هيتلغي. والله رضا عبد العال بيتكلم في كلام صح كتير جدا. طيب ليه احنا بنقول كده؟ بعد ماتش الاتحاد اللي انت فزت 3-0 مع الرأفة، انك كنت ممكن تجيب اهداف الاتحاد اكتر من كده، والاتحاد فريق كبير عامه يعني. هو الاتحاد دلوقتي الثاني او الثالث الدوري المصري، الثالث او الرابع يعني هو الاول بيراميدز، الثاني ام بي، الثالث هو الثالث. ماتش الزمالك بدا يتحسن، فاحنا نقدر نقول هل في امل في الدوري ولا لا؟ الزمالك متاجل له حوالي 4 ماتشات والاهلي متاجل له برضه. تمام. الاهلي متاجل له 6. الاهلي لو كسبهم كلهم هيبقى متصدر. والزمالك يعني بص انا بقول طبعا الزمالك لو كسب كله هيبقى الثالث. طب انت هل في امل اصلا في الفوز بالدوري ولا لا؟ انا شايفه نسبه كام في المية مثلا؟ 30% ان الزمالك يفوز بالدوري. ليه؟ يعني انت مش ضامن الزمالك الماتش الجاي هيعمل ايه، وكده كده في فرق يعني ممكن توقعك. زي ما ليفربول وقع من كريستال بالاس كده مثلا. مثلا خسر بيخسر الدوري يعني. وارسنال وقع من استون فيلا. ده ما كان ماتش يعني. انا كنت بتفرج على الماتش ده ومزقطط. كنت بتفرج على الماتش وعايز اعيط. شايف هي الكوره يوم ليك ويوم عليك. احنا عمرنا ما كانت ليه. يا ابني ما انا كسبك 4-0 ولا مش فاكر يا ابني. انت خسران الماتشين بتوع الدوري دول. لا انت كسبان ماتش ولا كسبان ماتش يا ابني. انا قصدي ريال مدريد والسيتي. انت بتجيب من السنه اللي فاتت. ما انت خسران وطالع يا حبيبي. ما انت طالع من دوري ابطال ما تتكلمش. طالع من دوري ابطال ما تتكلمش. ده بطل شخصيه البطل. خلاص. ايه ده القرف. خلاص وجع دماغ. في الاخر هغلب باريس في النهائي واكسب الدوري وهتخسر ان شاء الله. ان شاء الله هتطلع من باير. هنشوف يعني ده بيكح تراب زي ما كسبك كده يعني. لسه ده ساكا حتى جون في الباير. ايوه يعني ثانيه اكتر من كده يعني عادي جدا يعني. لا بس كان جون حلو. جون حلو بس برضه ارسنال تخيل يتعادل مع الباير. طب انت شايف ان الزمالك هيتاهل دوري ابطال افريقيا السنه الجايه؟ الزمالك ان شاء الله مركزين يعني، اول مركزين اول والثاني ان شاء الله. طب ليه انت بتقول ان في امل ان احنا ممكن نبقى مركز ثاني ومفيش امل ان احنا نفوز بالدوري؟ ليه يا حبيبي؟ ما انا هقول لك يعني الكلام ده لو مثلا اقول انا مش هفوز بالدوري لو انا بعيد بقى. انا فعلا مثلا لا احنا مش بعاد خارج التوب 3. لا احنا مش بعاد بس المشكله في الاتحاد ذات نفسه. انت فاهمني؟ يعني انا مثلا الاتحاد كله اهلاويه. ايوه. انا دلوقتي عايز اخلي الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا وكاس اللي هو اللي بيكسبوا الدوري. وعايز دعايه. يبقى هودي الاهلي ولا الزمالك؟ هودي الاهلي بس. صح. هي وجهه نظر يعني. مش عايزين نقول ان احنا بنلعب ضد. لا يا عم احنا بنلعب ضد منظور. احنا بنلعب ضد منظور عامه يعني. وبنلعب ضد اعلام شوبير قمه في الغرابه السذاجه. بص فاروق اهو والله يا جماعه. فاروق لا بيشجع اهلي ولا الزمالك ولا سموحه ولا اي حد. يمكن يكون بيشجع سموحه. بيشجع السنفولي. البلعوطي. هو البلعوطي. هل انت شوف مصطفى شوبير؟ شفت احمد شوبير الفيديو اللي بعتناه على الجروب؟ شفت احمد شوبير؟ مصطفى شوبير. لا انت تحس ان احمد شوبير اصلا في عزا. احمد شوبير الزمالك لما بيكسب الاهلي بيحس ان هو مشكله. زي شفنا ماتش الكاس مدحت شلبي وحسن المستكاوي اللي كانوا قاعدين على القهوه دول، فبيقول لك ايه زيزو اتصاب. ممكن كريم نيدفيد طبعا
فقال لك ايه طبعا يا كابتن دي من ارضيه الملعب. ارضيه الملعب احنا في السعوديه. انا لسه قايل من دقيقتين ارضيه الملعب يا جماعه سجاد. شوف التناقض، شوف يا اخي الكذب كده يودينا فين. قال له طبعا يا كابتن دي من الملعب. حسن مستر قال له ايه اكيد يا كابتن. هو رجله تحت. عارف انت شفت انت الكاميرا اللي هي بتاعت التوك توك؟ كان في كاميرا درون محترمه بالافات والافات. قال لك انا مسميها التوك توك. يا جماعه احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ احنا بعاد قوي. فالمهم انا بقول ان في امل في الدوري. كام في المية؟ 50 60%. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان الزمالك لو فضل بنفس الاداء ده مستمر على الفوز زي اداء اتحاد اسكندريه يا حبيبي هو مش في ايدك الدوري، مش في ايدك الدوري، في ايد الاهلي، علشان الاهلي ليه ماتشات اعلى وفوقيك ب6 نقط. لا هو عدي في النقط، عرفنا ان هم نفس النقط اهو، الاهلي والزمالك نفس النقط، بس الاهلي ليه ماتشين. ماشي بس يعني انا قصدي ان الدوري مش بعيد، يعني مش هبقى زي الموسم اللي فات. اكيد مش هتبقى اول يا تاني، وانا قلتها لك اهو، هي اول يا تاني. تمام. لو خدنا تالت يبقى طيب قبل ما نتكلم على الحاجه يمكن الاخيره، طيب خلينا بقى نتكلم في ماتش الزمالك والاهلي. ماتش الزمالك والاهلي خلينا نتكلم من اوله خالص. قبل الماتش انا ما اتفرجتش على اول نص ساعه. ثانيه والله تقريبا. بص تعالى ايه؟ في حاجه بتنور احمر. يا لهوي الكاميرا هتفصل. لا يا اسطى ده عادي. ده بيقول لك ان انا بستخدم تاني بالكارت. الكاميرا هتفصل. اول نص ساعه كان عندنا مصطفى منصور لحد ما قررنا ان احنا نقعد على القهوه ولا لا. كان ما شفتش اول طيب شفت اول ما جوميز مسك متيابه كده وفضل يزعق. يعني انت ما شفتش اصابه زيزو، ما شفتش ضربه الجزاء الاولانيه، انت بتقول لي ما شفتش اول نص ساعه من الماتش. ويعني انت ما شفتش، بس شفت الهايلايتس بعد الماتش. شفت لما بتاع ده رامي ربيعه شال زيزو. طيب خلينا نتكلم اصلا من قبل الماتش. من قبل الماتش انا اتكلمت في الفيديو ان الزمالك حاله احسن من الاهلي بكتير، وان الاهلي شفنا اداؤه مع زد ما كانش احسن حاجه، وان الزمالك كان اداؤه مع الاتحاد مش كانش احسن حاجه يعني. واداؤه مع الاتحاد السكندري كان الزمالك افضل بكتير، وحتى كان الزمالك في المستوى ده افضل يعني. دخلنا الماتش بغيابات كبيره جدا للاهلي الصراحه يعني. الله يكون في عونهم، امام عاشور، حسين الشحات. هو امام عاشور لوحده يعني بالظبط يعني الله يكرمه. امام عاشور، حسين الشحات، محمد الشناوي، اليو ديانج، مين تاني، كريم، مروان عطيه متصاب، فعندهم اصابات كبيره جدا. خلي بالك كان اول ما شفت اتفاق نص ملعب الاهلي قلت احنا هنكسب بالظبط. نص ملعب الاهلي الصراحه بحسهم كان كوكا، غير ان هم لعيبه تعبانه فمستفزين شويه. كريم ندفيد يعني هيتكلم وهنشتم براحتنا الفتره الجايه. فاول حاجه الاهلي عنده غيابات كتير. يمكن الحاجه بس خلي بالك الاهلي معاه سكوادين بالظبط، بس برضو ما كان السكواد التاني عنده مش قوي قوي. خلينا نتكلم الاول في ناحيه الاهلي عشان ما نبقاش عاطفيين. ناحيه الاهلي بدايه التشكيله غريبه جدا، الناس حتى جماهير الاهلي استغربت. بدايه بمودست عكس وسام علي اللي جاب لك الهدف الاولاني في ماتش زد، بدايه غريبه جدا. تمام. مودست عرفنا ان هو هل ممكن يكون لعيب كويس بس جوه ال6 ياردة. اللعيب عايز الكوره يخلصه زي ماتش السوبر بتاعها الاهلي، الكوره جات له في 6 ياردة حطها براسه جول، هو عايز الكوره كده. حوار بقى ان هو ينزل يستلم ولا وسام علي. انا شفت له وسام علي كويس حلو جدا يعني كويس جدا. انا قلت في الفيديو، انا اول ما نزل انا خفت. انا قلت في الفيديو مشروع وليد ازارو يعني قادم. طيب خلينا نتكلم شويه عن زي ما قلت لك غيابات كتيره جدا. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي كانت كويسه عند الاهلي اللي هو خط الدفاع. كان ثابت. عبد المنعم، عمر كمال، بس خلي بالك ياسر ابراهيم متصاب. وعمر كمال اللي بدا بيه وينج يمين طريقه غريبه جدا، مع انه كان باك يمين في الماتش زد وخد احسن لاعب. ففتي من كولر زي ما بيتقال. ما بداش بكهرباء. يمكن الحاجه الوحيده الحسنه اللي عملها قفشه، والصراحه اللي عمل ماتش كويس جدا. كهرباء اللي دايما عنده خبره في اللعب مع الزمالك، عارف ازاي هو حافظ وعارف ازاي يضايق مدافعين الزمالك. لعيب الصراحه رغم كل الخلافات، ولكن هو لعيب في الاول والاخر ممتاز. اول ما وقعنا مت ضحك اقسم بالله. هنتكلم عليها. وطبعا هو نزل بوست زي الزفت قال ان هو ان انا مش متعود على الخساره وفي فرق تانية متعوده على الخساره، فالله يكون في عونكم. غيابات زي ما قلت لك كتيره. بدايات غريبه من كولر، فتي من كولر، ده اللي قدر ان الزمالك يبقى يسيطر. على الناحيه الثانيه الزمالك فول سكواد الحمد لله يعني. عواد اللي برضو احنا لسه عواد ما اختبرش في اي ماتشات من اللي فاتت يعني. عواد اي شوط في جون فيوتشر اللي دخل فيه من كورنر ده كان جون فضيحه يعني. ايوه بس انا زي ما قلت لك في بدايه البودكاست لو تفتكر قلت لك في الصفقات قبل ما الصفقات تحصل خالص، لكن احنا محتاجين حارس مرمى.
وانت ساعتها قلت لي لا ومش عارف ايه. البلعوتي احنا حتى ما جربناش مثلا زي الاهلي حارس ناشئين نشوفه، يمكن مثلا زي شوبير. لا احنا حتى عندنا اعتقد محمد نديم، وعندنا معاذ علاء، وعندنا كذا حد، ما فيش حد بيتجرب. طيب زي ما قلت لك فول سكواد، زيزو، راس الحربه بدانا بسيف الدين الجزيري. غريبه قوي. غريبه. انا كنت فاكر سامسون بالظبط، لان سامسون بالنسبه لي هو احسن راس حربه دلوقتي في الزمالك بعد الجون الاوفسايد اللي جابه شفته؟ هبقى اوريه لك. الجون الاوفسايد اللي جابه في فيوتشر، جون لا كان في الاتحاد السكندري قصدي، ممتاز جدا. لعيب حلو الصراحه. هو خلي بالك انا اقول لك حاجه، في ماتش الاتحاد السكندري اللعيبه عارفه ان المهدي سليمان بيطلع كتير فلعبوها له، يعني حتى جون زيزو الثاني او الاول او الثالث هتلاقيه لعبه لوب، وسامسون لعبها لوب وجات جون بالظبط. فهي وبعدين ان كمان فتوح الصراحه اللي مستواه عالي جدا، بس اتصاب بس لا بس اتعوض بالزناري وقال ان هو الدكتور محمد اسامه قال ان هو جاهز للمباراه دي، مش عادي ان دي كان شد خفيف في الخلفيه. وبعد ما شفنا جون الاهلي اصلا فتوح جري ازاي يعني، فما اعتقدش ان هو عنده شد يعني. كمان كنت لاحظت حاجه في اول الماتش، ان جبهه فتوح كان بيتلعب عليها كتير جدا. لو لاحظت كان بيتلعب عليها، كان هو حاطط له الصراحه برده دي الحاجه كويسه من كولر، حاطط له عمر كمال وحاطط له محمد هاني، وكان بيضم عليهم ساعات قفشه، فهو قافل الحته دي الفتوح. لان فتوح في ماتش اتحاد اسكندري هرب كتير جدا. أيوة. عمل اسيست، كان هيجيب جون يعني، قصدي لعيب، هو فتوح لعيب نشيط ومتحرك جدا قدام وورا، فلعيب ممتاز جدا. فقفل له الحته دي كويس، عرف يقفلها له كولر الصراحه. هرب منها في كذا مره من عمر كمال، واللي احنا عارفين ما بينهم اصلا ماتش لوحدهم عمر كمال وفتوح. شفت البوست اللي نزله؟ شفت البوست نزله، بوست مشطشط. طيب خلينا نتكلم شويه عن، انت اتكلم بقى شويه عن الماتش. انت ايه رايك في الماتش عامه؟ انا شايف ان الماتش بيتقسم 3 اجزاء. تمام. اول ربع ساعه زملكاويه، باقي الماتش اهلي لحد اخر 10 دقايق اتقلب الحال. صح مليون في المية صح. كمان حكايه في الاهلي كنت عايز اتكلم عليها برضو، غشوميه او كريم ندفد. لا اسمع، بس كريم ندفد واحمد نبيل كوكا بيلعبوا بغشوميه هم ورامي ربيعه. بص اصل انا هقول لك حاجه، رامي ربيعه ده مبطل كوره. انا تعرف ان عنده 30 سنه بس. انا والله العظيم انا معترف ان رامي ربيعه ده من 2015 لما مصطفى فتحي حطه في الشبكه، وهو من ساعتها هناك في بيتر سبورت. شكرا، هو ما جاش رامي ربيعه من ساعتها. لو في ناس بتتفق، ما اعتقدش ان حد بيتفق على رامي ربيعه لعيب كويس. الجون الاول بتاع فكرني، الجون الاول بتاع مين؟ احنا نسينا مين؟ الجزيري. طب ما تقول الجزيري هو اللي غطى الاوفسايد. تمام. والصراحه مصطفى شوبير عمل عليها تراي كويس جدا وحاول وبتاع، وهي اصلا مشيت مع الجزيري يعني. هو حتى لو جينا تشوف رجعت ورا كده فجاه لقيناها قدامه. الجزيري عمل كل حاجه في الماتش عشان ما يجيبش جوان، هو ربنا كرمه. كره حتى لما جه عمل فينش شاطها في جسم شوبير. وعلى فكره حتى الشوطه اللي بعدها كانت شوطه ضعيفه جدا على الجون. رامي ربيعه لو كان اي مدافع تاني قوي كان شالها مع الخط عادي جدا. تمام. وكنا ساعتها هنشتم الجزيري وكانت هتبقى ليله تانيه خالص. خلي بالك الجون ده فرق مع الماتش كله عشان جه في اخر الشوط الاول بالظبط. الاهلي ما نزل، مش يمكن كان خايف من الزمالك شويه، مش منظم، هجمات كتير بتروح عليه. شفنا هجمه زيزو اللي استغربتها جدا، ان لما رجعت من مصطفى شوبير انت تقدر انك تحطها له من فوقيه، ما قدرتش، وقررت انك تمشي كان عايز يرقصه. مشيت بيها. فرامي ربيعه عمل معاك، وانا مش شايفها ضربه جزاء الصراحه خالص، ما فيهاش اي حاجه. بس بتاعت سيف الجزيري ضربه جزاء. بتاعت سيف الجزيري ضربه جزاء، هنتكلم عليها. وانا شفت وحتى زيزو لما طلع جابوا كواليس ان هو بيقول للزناري انا شط الارض، رامي ربيعه ما عمليش حاجه يعني. فانا الصراحه شايف ان هي ما كانتش ضربه جزاء خالص. واصابه زيزو ان شاء الله نتمنى له ان هو يلحق. هو قال هم قالوا هيلحق يعني. هيلحق حتى لو مش هيلحق ماتش الدريمز الذهاب، يلحق العوده على الاقل يعني. هو ماتش العوده هو الاهم. بالظبط. طيب تغييرات الاهلي يمكن فرقت معاه في بدايه الشوط الثاني بنزول رضا سليم وسام ابو علي وعمرو السوليه وسام علي نزل معاهم. لا معاهم كانت 3 فالصراحه 3 تغييرات قويه جدا. بس خلي بالك هو كولر بتاع ده غريب قوي، نزل 3 في اول الشوط ونزل 2 في اخر الشوط. بس هو 3 في اول الشوط صراحه فرقوا معاه بس اعتقد رضا سليم هو ما فرقش معاه يعني. لا ده رضا سليم هو اكتر واحد لعب فيه. رضا سليم كان واخد ناحيه مصطفى الزناري قفل. هو قفل شويه بس كان برضه بيعدي. هتلاقي الكره اصلا بتاعه الجون بتاعه الاهلي بدات من عنده. صراحه اتفاجئت بلعيبه كتير جدا. يمكن كان احنا عندنا باقي السكواد القديم اللي ما كانش فيه كويس، الزناري وحسام عبد المجيد ورؤى.
روقه اللي مصاب دلوقتي، حسام عبد المجيد والزناري شفتهم، لا يا جماعه مستواهم عالي عالي جدا. بالذات الزناري كنا بنتكلم ان هو من اسوء المدافعين. ده زنا الزناري اسوء المدافعين دخلوا مصر، وكنا بنشتمه على الاوت الطويله اللي بيعمله بتاع. لا الراجل ده يا جماعه على فكره عنده امكانيات. الاوت ده على فكره اللي بيعمله هو يمكن سبب في الجون، عمل لخبطه في دفاع الاهلي. الناس بقى اللي بتقول لك من جمهور الاهلي ده جون لخبطه ومش عارف ايه، هو جون لخبطه بس جه جول في الاخر يعني وخسرت في الاخر، بتصيح ليه؟ وحوار انك مش عايز نفرح، يعني انا مش فاهم جمهور الاهلي ليه مش عايز نفرح. ليك حق طبعا هتقول ماتش دوري، وانا بالنسبه لي ماتش الدوري مع الاهلي ده 6 نقط مش 3 نقط، لان خساره الاهلي 3 نقط ومكسب ليك 3 نقط، فبالنسبه لي 6 نقط وروح. وبعدين يا جماعه ما ترجعش تقول لي ده ماتش عادي، زي ما ابراهيم نور الدين يعني احنا ما مش عايز اشتمه، قال لك انا مش هعتزل غير على ماتش قوي يا اما نهائي كاس، بس ماتش ما بين التاسع والعاشر. ازاي يا كابتن ده ماتش الاهلي والزمالك؟ قال لهم ماتش ما بين التاسع والعاشر في الدوري. عنده حاجه يعني في دماغ ابراهيم نور الدين عامه يعني. كمان ضربه الجزاء اللي كانت سيف الدين الجزيري اللي كانت غريبه جدا، طبعا لبست لعب منعم. خلينا نتكلم على لعب منعم اول، خلينا نرجع باللقطه اللي قبلها. الفاول اللي عمله بص هي فاول 100% وهو حسبها فاول، انت بقى تقوم وتديله بالكوع في رقبته ليه؟ بالظبط. عبد المنعم بعقليته دي انا والله العظيم عبد المنعم شايفه من يمكن احسن حاليا احسن مدافع في مصر، جه في تاريخ مش جه في تاريخ مصر اللي بقوله احسن مدافع دلوقتي في مصر بعد طبعا اصابات الونش. لكن هتيجي تكلمني ان هو احسن من الونش، والله ما عشان زملكاوي، على الاقل لو هنيجي نتكلم منتاليتي لا الونش اعلى. الونش لما كان احسن مدافع في مصر وكان بيتصنف، لا انت عارف هو في كاس الامم الافريقيه 2021 كانوا بيوقفوا جنب الونش محمد عبد المنعم علشان ياخد منه الخبرات. بالظبط. دلوقتي عبد المنعم احسن مدافع في مصر، ولكن تناكا الدماغ هي الدماغ غريب جدا. حتى في ماتشات الاهلي العاديه، يعني ماتش الاهلي كريم الدبيس لاعب ناشئ غلط غلطه، انا شفت الفيديو ده، فغلط غلطه كان عند الاوت فلعبها ناحيه الكورنر، فهي ما راحتش رجل استاذ محمد عبد المنعم بالظبط، فهو لو جري متر هيجيبها خلاص وسهله، سابها لغايه ما طلع، سابها كده فضل واقف لغايه ما الكوره طلعت كورنر عليه. وانا هحط اللقطه دي عامه. فقمه الغرور والتراكه ده حتى لعيب صغير ما تخليش الناس تقطع فيه. دلوقتي الناس بقت تقطع فيه وهو خارج واحد من جمهور الزمالك بيقول له معلش يا عبد المنعم ايا كان بقى، كان بيقولها بتريقه بيقولها بجد، قال له ما انتوا لسه معيطين. معلش يا عبد المنعم، يعني احنا لو هنيجي نتكلم يعني مش عايزين نقول مين اللي عيط. الماتش نهائي الكاس ساعه امام عاشور بتاع الزمالك يعني، ايوه عبد المنعم عيط. انت بالنسبه لك لعبت الشوط ماتش نهائي كاس لما شاطها في البعيده عبد المنعم عيط. فالعياط مش حاجه وحشه، انت خسرت بطوله فبتعيط، خسرت ماتش بتعيط كده يعني ماتش كبير. فبعدين عبد المنعم يعني بالمنتاليتي انا شايف ان هو مش بيتكلموا عليه في توتنهام ومش عارف ايه وبتاع، هو مستواه كويس، ولكن بالعقليه دي استحاله عبد المنعم يروح في اي مكان. لعيب غريب جدا، وسبحان الله بعدها بدقيقتين 3 بيغلط في كوره بيقلش فيها، بترجع سيف الجزيري كان شك كبير في ضربه الجزاء. هو كان المفروض يشوطها من البدري اصلا. سيف الجزيري احنا عارفين ان هو غطاس شويه، يعني دايما يعني الكوره جايه له يا ابني، ما هو اصلا بيلعب عشان كده، يعني هو بيلعب الكوره هو بيفكر في ضربه الجزاء قبل ما يفكر انه يجيب جول. ايوه مهاجم رقم 9 مهمته ان هو يا حبيبي. لا هو خوسيه جوميز قال له كده، هو خوسيه جوميز منزله علشان كده. سيف الجزيري من ساعه ما جه الزمالك دي شخصيته. ايوه ما انا فاهم، اي كوره تلاقيه واقع في منطقه لا هو بيجيب بيها ضربات جزاء صايعه. ايوه بس في لقطات بتبقى يعني فاهم سيميوليشن، في حركه غريبه جدا يعني. ضربه جزاء طبعا 100%، وابراهيم نور الدين حسبها، ولكن طبعا على حكم الفار محمد عادل بتفرج عمي حكم الفار محمد عادل محمود عادل. حكم طبعا اكيد عارفين ان هو اهلاوي، وطبعا عارفين ان ابراهيم نور الدين اهلاوي، قال له ارجع شوفها طبعا انا هو كان قلت ساعتها خلاص لو يعني. رجع للفار مش هيحسبها، ورجع للفار وفعلا ما حسبهاش. بيجي بعدها هدف لعب قادر اللي يمكن خيب املي شويه، خيب املي كتير. طبعا احتفاليه عبد القادر، وان انا مش هتريق عليها لان هو ليه حق، جاب جون في الزمالك وهو كان خسران 1-0 وتعادل، ولعيب ما كانش بيظهر خالص. عبد القادر بدا ان هو جاب جون وظهر في ماتش زي الزمالك بيحتفل مع الجمهور، فانا بقول الجمهور ليه حق يفرح، عبد القادر ليه حق يفرح، الفرحه مش مبالغ فيها. بس لما اجي افرح الفرحه دي ما تقوليش بقى يعني كان ليا واحد صديقي في الاستاد بدون ذكر اسمائه
حط عليها تيت بس. قال لي يا باشا انا طلعت عادي من الاستاد وضحكت وهزرت، انت ما شفتش بقى هم بيجروا بقى من الدكه رايحين يحتفلوا مع الجمهور. واحب اقول له بس ان احنا لعيبتنا الحمد لله بعد كل ماتش بنفوز بيه بنروح نحتفل مع الجمهور. لا ولعيبه الاهلي في ماتش حوار لم الكور هقوله له انا ده حوار على فكره دي تعليمات، بتبقى تعليمات. ايوه انا اشتغلت في الحوار ده تعليمات. انا كنت بشتغل مع ما هو كان في المقاولين. في المقاولين لما نزلت ماتش المقاولين والزمالك قال لك لعيبه الزمالك لما تيجي تطلب منك الكوره كنت انا ورا الجون، لعيبه الزمالك لما تطلب منك الكوره ما تديهاش بسرعه، لعيبه المقاولين تطلب منك الكوره اديها بسرعه. فلعيبه الزمالك حوار لم الكور في اخر الماتش. ايوه اخر الماتش لموا الكور في الشنط. ليه بقى؟ عشان ما يلاقوش كور عشان الماتش يخلص. عشان يعطلوا في الملعب. لعيبه الزمالك اللي هم بتوع الاداريين بتوع الزمالك خدوا الكور وشالوها يا ابني ما هو الكور يا ابني ده ماتش الزمالك، فالعيال اللي واقفه ماسكه الكور دي من الزمالك، ناشئين الزمالك. ناشئين الزمالك. العيال دي كمان 4-5 سنين ممكن تلاقيها لعيب الكوره فاهم. فخدوا منهم الكور حطوها في الشنط بس كده. فاكرم توفيق في الكوره جري من على الدكه عشان يلحق الكوره قبل ما حد ياخدها. بجد حركه مش حلوه برضه. كلاحه دي اسمها الكلاحه الكرويه. وطبعا هو خلي بالك الاهلي كان بيعملها اتحاد الكوره مش هيعديها طبعا. 50,000 غرامه ومنع الاداري اللي عمل كده 6 مباريات تقريبا. ملاش لازمه. فيعني هو لازم بس يعني بص اي حاجه بتحصل مشكله على الاهلي لازم يكبروها يعني للاهلي مش على الاهلي. للاهلي. طيب فبالنسبه لنا الحمد لله احنا كسبنا جون سيف الجزيري. بقى الناس اللي بتقول بقى يا جماعه الخديوي واحسن 9 في مصر. شفت راجل فيديو كل دقيقه جزيري احسن 9 في مصر. انا شفته جزيري. وبعد الماتش راح مسكه خده بالحضن. انا قلت انك هتجيب جولين. يا جماعه الجزيري يمكن اوسخ 9 في مصر. خلينا نبدا بتقييمات الاهلي. شوبير لسه تخشن كده. لم يختبر. شوبير لم يختبر 8 ماشي. هاني محمد هاني 1. معلول 0. 1. عبد المنعم 0. استنى خلص. عبد المنعم 0. رامي ربيعه 0. قفشه 8. 5. كريم نيدفيد 3. 2. كوكا 0. عمر كمال هو ما انت ايه طيب؟ كوكا 1. عمر كمال 0. 1. موديست 0. طاهر محمد طاهر 0. خش بقى على التبديلات انزل تحت تلاقي اللي نزلوا. ماشي. كهربا ما عملش حاجه 0. لم يختبر يعني. احمد عبد المنعم عبد القادر 4 عشان الجون. 6. 6 عشان الجون. رضا سليم 7. وسام ابو العلي 7 برضه. 7 خلاص مفيش حد نازل. عمرو السولية يا ابني 6 عمل ماتش كويس. 5. طيب. خش على الزمالك. طلعت شركة الزمالك بقى. ماشي. عواد لم يختبر 5. انا حافظ جملة واحدة بيقول لك كل حراس. 5. ماشي. جابر عمر جابر 6. 7. فتوح يا ابني اديها فرصة. 6 7. فتوح 4. لا فتوح اعمل عليها تسيبها ولا اعمل عليها كده عشان تبقى 4 عشان يعني يعتبر اصابة وكده. 5. لا احنا ما كناش عندها. انت كده هتجيب اعراض ناس. ايه بقول له كده هتجيب اعراض انت ناس. كام؟ انا 5 وانا 4. ماشي. المسلوسي 7. 5 شالتك. عبد المجيد 7. 8. ماشي. دونجا 9. 9. ماشي. حمدي فتحي حمدي فتحي. حمدي انا حمدي بس انا احمد حمدي انت حافظ غلط. احمد حمدي اديله 6. انت كده بتصدم. 3. السعيد عبد الله السعيد. قول على عبد الله السعيد. انت ما اعرفش. طب يا عم هقول عبد الله السعيد بس عشان مش عايز شديد. عبد الله السعيد 2. ماشي معايا تحت. 3. ايوه ماشي. زيزو لم يختار. الجزيري 9.5 علشان الجونين. 6 عشان الجونين. ماشي. ماهر ناصر ماهر 8.5. انزل تحت. اللي دخل وقت تبديل سيد فاروق جعفر لم يختبر. ما حسيتش بيه يعني. سيد عبد الله نيمار. شفت كان يقول عبد الله. 2. 3. ماشي. محمد شحاتة محمد شحاتة عشان الكوبري هديله 7. لا انا عشان الكوبري هديله 5. مصطفى الزناري لا استنى ايوه معايا. ايوه 8.5. 9 10.
بالنسبه لي هو اخر ربع ساعه نجم اللقاء. ايوه ترافيس موتيابي. متيابه اديله 8. 7. بس شرفتنا يا علام. تقييمه كله شرفتنا فاروق. تقييمه كله مدرب. مارسيل كولر. مارسيل كولر 0. 4. جوميز قلت 8. 8. انا ادي الجوميز 7 برضو. الوقت اللي هو ما قدرش يكمل. نورتنا يا علام. نورتنا يا فاروق حبيبنا. يلا تعالى ناخد بقى الصوره بتاعت الفيديو. استنى لما اخلص الفيديو كده. ده كان البودكاست بتاعنا، خلص النهارده. ممكن يكون البودكاست طويل قصير مش عارف، على حسب المونتاج انا منتجه قد ايه. طيب طبعا هنرجع تاني في البودكاست، ولكن بعد امتحاناتنا ان شاء الله على 1/6 هيكون في حلقه باذن الله هنتكلم فيها قبل ماتش الاهلي والزمالك. مما سبق. وهنتكلم برضه على حلقه قبل ماتش الاهلي والزمالك، لان ماتش الاهلي والزمالك الثاني في الدوري يوم 25/6 اللي لازم نحضره ان شاء الله. ان شاء الله لازم تعمل فان اي دي. حاضر. استاذنك واحضرها كمان وانت هتحضره. فاروق احنا خلاص ضمناه في يو دبليو كي انتر سايد لايتس. هنقعد في الثالثه ولا الثانيه؟ انا قاعد في الثالثه طبعا. ماشي الثالثه يمين طبعا. انت قاعد في المقصوره انت باشا. نعمل حلقه زي ما قلنا ان شاء الله يوم 1/6 هتنزل اول الشهر على ما سبق واللي حصل الفتره اللي فاتت، وان شاء الله ساعتها تكون الكونفدراليه خلصت تقريبا. تقريبا هتبقى خلصت وهنعرف بقى اللي حصل. فده كان كل حاجه بدورها لك على فيديو النهارده. كان معايا النهارده عمر علام بس كده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب دي بس كده. سلام. انا خلي بالك انا ملك التوقعات. انا ملك التوقعات. هيلحق ليه؟ لا هو قال لي واحنا على القهوه كان في عيال جنبنا كده زملكاويه واهلاويه ومش عارف القهوه؟ لا يا ابني كنا قهوه جده فوق. انا بقى مش مصور الحلقه قبلها بيوم. ماشي يا عم بس انا كده سيف الجزيري. عارف انت بقى حطني وانا عامل سيف الجزيري كده قوي. طيب الصوت جايب بره ايه؟ بس جود سير. لا كنت ماسك اي حاجه وانت ماسك الكوره بالمال. فاروق عبيد يا اسطى. فاروق دخل الاستوديو كانوا عاملينه تمام، راح دخل حاطط تين الرف بتاعه، راح مسك الكوره شد قمه ثقه اكنه قاعد فعلا في البيت وهيحدفها على عبد الرحمن فاروق. ايه ده هو كان معاكم؟ لا يعني قصدي يعني اكنه قاعد دخل خد الكوره كده وبيعمل لي كده. انا عملت نفسي طبعا ايه اكني ما اعرفوش. راح قال لي بس يعني بس فانا اترعب. انت ما كنتش عارف نلعب. ان شاء الله هتيجي معانا. دي جاهل يا هتيجي معانا ماشي. انا اصور كمان. عايز بقى شغلانه. شغل غير شغل غير اي هايبر. بس الواد ده يعني شجعني اسمع زياد زوزة جامد فشخ. والله العظيم عارف زياد زوزة حلوه. ايه يا اسطى؟ لا بص اسمع اوريك احنا يا عم خلاص بقى يا عم. انا حط الكواليس بقى في الفيديو كده حطها في الفيديو. يلا نغني مع العشاق يا ليالي عودي تاني، يا ليالي عودي تاني للأمجاد والبطولات فريق غالي والسهرات الدخلات عمري كله ورا الزمالك. غنى فاروق حافظ الاغنيه دي. ميلاد عيش معاه الذكريات بحلم نتجمع تاني في التالتة ونغني مع العشاق.